السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي نفوس هادئة. النهاردة هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن علاقة ترتيب المنزل بتنمية الذات، وخصوصا عند المرأة. إزاي بيتحول ترتيب البيت لترتيب حياتك من الداخل للخارج؟ كتير من الناس بيتهيأ لهم إن هم لما بينظفوا البيت أو بيرتبوه بيتعاملوا مع الموضوع ده على أساس إنه هو عبء يومي أو شغل متكرر أو مسؤولية مرهقة، خصوصا المرأة. لكن الحقيقة ترتيب البيت مش مجرد نشاط جسدي فقط، ده رحلة نفسية وسلوكية ليها تأثير مباشر عليكي وعلى ثقتك بنفسك وعلى توازنك النفسي وقدرتك على التطور الشخصي وقدرتك على التحمل. تنمية الذات مش بتبدأ من الكتب اللي بنقراها ولا من الكلام التحفيزي. تنمية الذات بتبدأ من البيئة اللي احنا عايشين فيها، من المنزل اللي محيط بينا، والبيت أول وأهم بيئة بتأثر فينا. المنزل أو البيت مش جدران بس، ده حالة نفسية انت بتعيشي فيها. البيت عبارة عن مكان بتصحي فيه على أفكارك الأولى وبترجعي له وانت مرهقة وعايزة ترتاحي. بيتك بتعيشي فيه لحظات الفرح ولحظات الحزن، وبتمارسي فيه عاداتك اليومية. يعني كل ركن في البيت بيحمل رسالة لعقلك بتديله إشارة. لو البيت مزدحم ومكركب هيديكي عقل مزدحم، عقلك مش هيبقى رايق ولا فاضي. لو البيت مهمل مش بتهتم بيه هتبقى طاقتك منخفضة. على العكس تماما، لو البيت مرتب هيديكي إحساس بالسيطرة والراحة، لأن عقلنا البشري بطبيعته بيتأثر بالمحيط البصري اللي احنا بنشوفه قدامنا. لو كل حاجة مش في مكانها هتسحب جزء من تركيزك بدون ما تشعري وبدون ما تحسي. انت ممكن تقولي لنفسك أنا متعودة على الفوضى دي، لكن عقلك مش متعود على كده. الفوضى أو الكركبة اللي في بيتك أو عدم الترتيب بتستنزف طاقتك النفسية، بتخليكي دايما بتحسي إنك مقصرة في شيء، بتأجلي أي خطوة تطوير لنفسك، بتديكي توتر وعدم راحة. علشان كده بنلاحظ إن في ناس كتير ماهيش قادرة تلتزم بعادة تصححها في حياتها، أو مش قادرة تلتزم بعبادة، ومش قادرة تبدأ هدف تحققه، ومش قادرة أصلا تحس بالهدوء دوت، لأنهم مش بيكونوا ضعاف، لكن بيئتهم أو البيت اللي بيحيط بيهم بيشتغل ضدهم، ما بيساعدهمش على الراحة علشان يحققوا هدفهم. احنا بنلاحظ ان اغلب الناس اللي بيحسوا ان هم تايهين ومش مسيطرين على حياتهم، بنلاحظ ان اول حاجة بتظهر ليهم بيتهم مش مرتب، دواليبهم مترتبة عشوائي، حاجات كتير في بيتهم مش في مكانها. لكن لما تبدأي ترتبي حتى لو حاجة بسيطة، لو درج واحد في اليوم أو رف أو حجرة واحدة، انت بتبعتي كده رسالة لعقلك بتقوليله أنا قادرة أتحكم أو قادرة أتحكم في البيت. والإحساس ده هو حجر الأساس عشان التنمية الحقيقية. ده الأساس اللي انت محتاجاه عشان تطوري نفسك وتحققي أهدافك وتبني عادات جديدة. وطبعا الانضباط ده مش انك تصحي 5 الفجر أو تصحي بدري تعملي كل حاجة صح. لا، الانضباط معناه الحقيقي تلتزمي بشيء بسيط تمارسيه كل يوم وتستمر عليه حتى لو مفيش حماس، واحترمي التفاصيل الصغيرة في بيتك. الترتيب هيعلمك انك هتقسمي المهام وتعرفي ازاي تديري الوقت وما تأجليش حاجة، وإنهاء كل بداية أو كل مهمة بدأتيها. انت لو لاحظتي هتلاقي في بيتك أو في منزلك في حاجات كتير انت ما بتستخدمهاش،
ملابس مش بتستخدميها لا انتي ولا أولادك ولا زوجك. في أدوات منزلية مكسورة عندك، أشياء مرتبطة بالماضي وبذكريات وذكريات مؤلمة للأسف. الأشياء دي بنحتفظ بيها من باب يمكن نحتاجها، لكن الحقيقة إن الأشياء دي بتعمل زحمة في البيت وبتمنع النمو النفسي. انت لو اتعلمتي تستغني عن الحاجات اللي انت مش محتاجاها في بيتك، هتتعلمي تقولي لأ، هتكسري قاعدة التعلق بالأشياء وبتقوي حدودك النفسية، وده درس مهم جدا في تنمية ذاتك. واعرفي كمان ان البيت لو نضيف منظم وهادي بصريا، عقلك هيهدى ويركز اكتر، والتوتر اللي عندك هيقل بل ممكن يختفي، لان ده هيأثر بالتالي على نومك، هيكون نوم هادي، مزاجك هيكون افضل، مستوى العصبية عندك هتقل بل ممكن تنعدم، وقدرتك على اتخاذ القرار هتكون اعلى واحسن واقدر. لان في معادلة بتقول لو البيت مرتب هيكون عقلك اهدى، هتكون نفسك اقوى. لو منزلك مرتب هتقدري تمارسي الهوايات اللي انتي بتحبيها، هتقدري تقري، هتقدري تتأملي، هتشتغلي على نفسك ازاي تهتمي بنفسك وتطوريها وتحسنيها، هتقدري تتقربي من ربنا بهدوء، حتى لو هتصلي بهدوء. كل ده صعب انه يحصل في مكان فيه فوضى، لكن البيت المنظم والتنظيم بصفة عامة هيشجعك على الالتزام وهيسهل العادات اللي انت عايزة تلتزمي بيها. لان لو عرفتي ترتبي منزلك او بيتك، هتعرفي ترتبي حياتك كلها، وهتعرفي ترتبي نفسك من الداخل للخارج. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.